كابتن حسن، اولا محمد عفيفي بيقدم لك اللي انت حضرتك شفته ده حاجه بسيطه جدا للمجهود اللي بذلتوه من خلال نجاحكم من خلال الجمعيه العموميه في السنوات الماضيه، وتمام التوفيق. انا بشكرك يا محمد عفيفي، والكابتن حسن طبعا بشكرك بالنيابه، هو هيوجه لك التحيه بالنسبه للشغل الجميل اللي انت عامله. يعني هي طبعا انا اول مره يطلع لي يمكن حاجه زي كده فالحقيقه يمكن اول مره اتفرج عليها يعني، فطبعا مجهود كبير وانا بشكره ان هو بذل هذا المجهود يعني، واعتقد ان هو مجهود لسنين طويله يعني. نعم، هو محمد عفيفي بيهدي لك السيديهايه يا كابتن حسن ان شاء الله بعد الحلقه ان شاء الله كده. نكمل بقى بقيه حديثنا. كابتن حسن حمدي سفير الامم الاوروبيه عن القاره الافريقيه في بطوله الامم الاوروبيه النمسا والمانيا. اخترت النمسا وسويسرا. النمسا وسويسرا، اخترت على اساس ايه يا كابتن حسن؟ لا الحقيقه هو جه ترشيح من الحكومه النمساويه كويس ليا، والحقيقه جه عن يمكن صديق لنا الاستاذ محمد عبيد، وجه موافقه من الحكومه السويسريه ان انا ابقى احدى السفراء الموجودين في بطوله الامم الاوروبيه 2008 عن قاره افريقيا. نعم. والحقيقه رحت هناك يعني حضرت الاحتفال وادوني ان انا سفير للبطوله، واعتقد دي حاجه مشرفه ليا يعني. طبعا حاجه مشرفه، حاجه مشرفه لمصر عامه. كابتن حسن، يمكن انا كنت فاكر ان الجماهير المصريه او جماهير النادي الاهلي موجوده داخل مصر وفي جزء داخل الوطن العربي. انا امبارح او النهارده الصبح لسه جاي من لبنان، كنت قاعد اسبوع هنا كده اجازه بعيد عن الشغل شويه يعني، ففوجئت ان الاهلاويه بره مصر اكتر من موجودين. لما عرفوا ان الكابتن حسن حمدي موجود معانا على الهواء مباشره، اسئله كتيره جدا. الناس مش خايفه بس على الموسم القادم بالنسبه للكوره، لكن انا هقول لك بقى شعور الناس في الشارع العربي ايه والمصري والكلام ده كله. الناس مش خايفه، الناس مرعوبه على فرقه الكوره اللي احنا نبدا بالاول نتكلم فيها عشان نطمن حتى جماهيرنا ده اللي هي قلقانه شويه. مشي جوزيه فجأة، وبعد كده اعتذر فنجادة فجأة، وتولى حسام البدري المدير الفني فجأة. الناس مرعوبة خايفة ان النادي الاهلي ما حققش اللي حققه خلال الاربع سنين اللي فاتت او الفترة الزمنية اختارتكم فيها الجمعية العمومية. ترد على الناس دي وتقول يا كابتن حسن؟ لا الحقيقة الموضوع مستر جوزيه هو سافر، بس احنا كنا عارفين قبلها بمدة، طبعا مدة مش كبيرة، بس اعتقد ما يقرب من شهرين تقريبا، شهر ونص شهرين، وكنا عندنا كلجنه كوره يعني انا والكابتن خطيب والكابتن طارق السليم والكابتن هادي هاشبه، كان عندنا باك جراوند ان هو عاوز يسيب النادي وعايز يستريح، وان هو تعب يعني عصبيا ونفسيا وذهنيا وبدنيا وكل اللي حققه على مدار طبعا ما اصله بيحقق بطولات. انت عارف الشغل المدرب شغله صعبه جدا طبعا، يعني بيبقى في مسؤوليه، في تنشن، في اعصاب، وبعدين انت بتشتغل في الراي العام وبتشتغل في المجال العام، فبتبقى طبعا المسؤوليه اكبر ما تبقى بتشتغل في مكان خاص. بس مجلس الاداره كان موفر له لبن زي ما اتقال، لبن العصفور يا كابتن حسن، كل حاجه كان بيطلبها كان بيجي له، عشان كده حقق كل الانجازات دي. لا معلش يعني يحقق انجازات ده هو مدرب كويس، ما تقوليش مثلا ان انا قاعد اوفر لك حاجات وانت مش مدرب كويس. جوزيه مدرب كويس واعتقد عمل انجازات للنادي. النادي بيوفر له وبيوفر لغيره كل الامكانيات، يعني كل حاجه ممكنه نقدر نوفرها بنقدر نوفرها، بس لازم يبقى المدرب طبعا كفء ومدرب كويس وعنده شخصيه وفي مواصفات مدرب. يعني مدرب بس مش ناحيه فنيه، لا يعني لازم يبقى عنده شخصيه واللعيبه تحبه، ويبقى برضه ذهنه حاضر في مواقف كثيره داخل وخارج الملعب. فدي كلها مواصفات الحقيقه يعني كانت جزء كبير منها متوفر في جوزيه. كان في طبعا يمكن جزء من نرفزه شويه مستر جوزيه، لكن مقدور عليها، يعني مش الحاجه اللي هي
تقدر ان هي تطغي على المميزات التانية. في نفس الوقت دوت هو لما جه يمشي بيننا وبينه تعاقد، من حقه ان هو يمشي ومن حقنا ان احنا نمشيه. كان ماضي على عقد يا كابتن؟ كان ماضي على عقد لمدة سنتين، تاني سنة ما مضاش عليه كويس، بس مضى او ما مضاش مش ده المشكلة. المشكلة ان انت بينك وبين المدرب، واعتقد انت مريت في الحكاية دي مستر فايزا وغيره. نعم. كان العقد اللي بيننا وبين المدربين ما بيبقاش فيه شرط جزائي. لو انا ما وافقتش معاه وعايز اسيبه بسيبه، ولو هو مش مستريح وعايز يسيب النادي عندي يسيبه، يعني مش هجبر مدرب يدرب النادي. حصل قبل كده وحالات كثيرة يعني. الحاجة الوحيدة بس اللي بتربطنا ببعضينا لو اختلفنا مع بعض ماليا نرجع للاتحاد الدولي فقط، لكن ده الشرط يمكن الجزائي او شرط الحاجة الوحيدة اللي موجودة. غير كده انا شايف ان استحالة تجبر مدرب يدرب نادي، واستحالة كمان انا مش راضي عن مدرب واخليه يقعد، يعني مش هيفيد النادي. اكيد. كابتن حسن انا بتكلم على جزئيه، انا بقول ليه مجلس الاداره وفر له لبن العصفور، لان هو جه الفتره الاولانيه ولم يحقق فيها اي انجاز ومشي، بعدين انتوا جبتوه مره ثانيه وطلب حاجات مجلس الاداره جابها له بالكامل. عشان كده قلت النادي الاهلي من ساهم في نجاح جوزيه والوصول للمرتبه اللي هو فيها. ما هو جوزيه احدى عوامل النجاح. نعم. يعني جوزيه احدى عوامل النجاح. النجاح طبعا في حاجات كثيرة جدا في النجاح. نمرة واحد لازم يبقى عندك لائحة مظبوطة تحافظ عليها، تبقى عندك نظام، يبقى عندك لعيبة فرقة كورة كويسة، يبقى بتعدل او بتصلح في فرقة الكورة سنة عن تانية. لازم الناس تبقى بتهيأ لهم جو كويس يشتغلوا فيه. يعني في مواصفات كثيرة للنجاح. احدى العوامل القيادة. منظومة، هي منظومة، بس احدى المنظومة لازم يبقى عندك مدرب كويس. اكيد. طيب كابتن حسن، خلينا نتكلم برضه بصراحة شوية كده. حسام البدري، اختيار حسام البدري كمدير فني للنادي الاهلي، والنادي الاهلي كان واخد قرارات قبل كده ان اي مدير فني للنادي الاهلي لازم يكون اجنبي. هل بعد اعتذار فنجادة فجأة ودورته، كان الزمن او الفترة الزمنية كانت بسيطة جدا، هل ما لقيتوش قدامكم اي حل غير ان تجيب حسام البدري؟ حسام البدري كفاءة كويسة محدش يقدر ينكرها، لكن انت شايف ان في مجامله شويه؟ اولا احنا عمرنا ما بناخد قرار مدرب اجنبي، يعني عمرنا ما نقول ان المدرب بتاعنا يبقى اجنبي. اذا توافق مدرب مصري، وعندنا مصريين مدربين مروا على مدار بس قليلين، فاحنا ما عندناش قرار ان انا اقول لا انا مش هجيب مدرب مصري. موضوع حسام احنا يمكن من اول ما حصل ان جوزيه كان بيتكلم معانا، كان احدى التفكيرات الرئيسيه لنا وبدون تردد حسام. بس حسام انا كنت بقول ان او اللجنه كمان رأت ان حسام هيجي بعد جوزيه على طول، برغم ان هو قاعد معاه ما يقرب من 6 سنين، برغم ان هو اقدر واحد على امكانيات اللعيبه وعنده شخصيه وعنده كفاءه. قلنا ممكن يبقى في سنة انتقالية تبقى موجودة، وبناء عليه يمكن قلنا طيب نبتدي بفنجادة، وبعدين فنجادة بعد ما جه مضى بعت لنا قال لك انا عندي بعد ما مضى كابتن مضى تعاقد في فنجادة. وهرجع اقول تاني العقد اللي بيني وبينه يجيز ان هو يمشي ويجيز ان انا امشيه، حتى لو انت كنت ما عندكش وقت، في عندك بطولات قادمه والوقت عندك ضيق. طيب اذا كان مدرب عاوز يسيبني انا هجبره يدربني او انا عايز اسيبه؟ نعم. يبقى احسن لي ان انا اسيبه. هل اختلف في بنود العقد بس؟ لا ولا لا هو جاله هو بقى جاب النادي ان عنده ظروف عائليه، وقال ان هو ممكن يقعد شهر او 2 أو 3 ممكن يرجع تاني. يعني ما دخلناش في تفاصيل الظروف العائليه ايه، بس مضمون الجواب ان هو عنده ظروف عائليه وان هو بيعتذر عن الاستمرار في التدريب. يعني في نفس الوقت دوت الكابتن حسن عرف، رئيس النادي الاهلي عرف ان فنجادة جاله عقد في الخليج وساب العقد بتاع النادي الاهلي. ما حصل كده، بس انا مش عارف حصل الكويت حصل كده ولا لا، بس انا قريت حاجه زي كده. برضه ما يفرقش عندنا. ما يفرقش.
يعني هرجع اقول تاني، لو هو مش عايز، لو المدرب مش عايز يدرب النادي الاهلي مش هجبره يدرب النادي الاهلي. نعم. ولو انا مش عاوزه هو ما يجبرنيش ان هو يقعد عندي. نعم. كمان. نعم. فدي ميزه. اكيد. يعني. كابتن حسن، انت مش شايف ان تعيين حسام البدري كمدير فني للنادي الاهلي مجازفه من لجنه الكره ان وضع حسام البدري كمدير كره؟ لا، انا شايف ان حسام عنده الكفاءه وعنده المقدره على هذا الكلام، وعشان كده احنا قررنا بحسام. يعني كان ما خدش مننا وقت طويل بعد موضوع بنجاده، واعتقد ان حسام ادرى واحد بامكانيات اللعيبه. هل مانويل جوزيه لما عمل لكم التقرير السنوي بتاعه مشيتوا عليه ولا سبتوا جميع الصلاحيات لحسام البدري كمدير فني ومسؤول ويحقق جزء من اللي حققه مع مانويل جوزيه؟ جميع المديرين الفنيين اللي عندنا الكبار والصغيرين بيقدموا لنا التقرير الفنيه بتاعتهم، ويمكن هو قدمه قبل ما حتى يقول عايز يمشي، قبليه يمكن بشهر ونص تقريبا كان مقدم تقرير مستر جوزيه